السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور أعظم نادي في الكون، النادي الأهلي العظيم. قضية جديدة تصعد بالأهلي إلى قبل نهائي كأس العالم للأندية لمقابلة العملاق المدريدي ريال مدريد. النادي الأهلي النهاردة رفع اسم مصر عاليا. النادي الأهلي النهاردة بيرد على كل الحاقدين. النادي الأهلي هو فرحة مصر. النادي الأهلي هو الصورة المشرفة لمصر. بدل ما بندعمه ونقف جنبه بنهاجمه. عايزين نتكلم في المباراة شوية يا جماعة. أنا عندي قناعات تامة بالمدرب بتاعنا مستر كولر، قناعة تامة جدا. لكن النهارده كان في عندي تحفظ شوية في نقطتين. أول نقطة إن هو تغيير الخط الأمامي بالكامل للنادي الأهلي. لعب بطاهر وبرشتاو وكهربا. التغيير ده أثر على أداء الفريق في الشوط الأول. أنا عندي الفرقة منسجمة، الخط الأمامي موجود فيه شريف، موجود فيه عبد القادر، موجود فيه حسين الشحات. أنا كنت شايف دايما كهربا وبيرسي وطاهر لعيبة كبار وعظام، لكن التلاتة راجعين من غيابات طويلة. المنهج اللي كان بادئ بيه قبل كده اللي هو كان بيدي كل لعيب جزء من الوقت ده كان صح. 10 دقايق في ربع في تلت في شوط، واحدة واحدة. لما أجي أبدأ بيهم النهاردة ماتش زي ده بفرقة بتمتاز بالقوة البدنية والتنظيم الدفاعي الجيد، فكده أنا يعني يعتبر بحرقه. لكن هو يحسب ليه إنه تدارك الخطأ ده. الشوط التاني رجع للشكل اللي بنلعب بيه واللعيبة اللي بنلعب بيها. الكلام ده مش تقليل من نجومنا أبدا إطلاقا يعني، بس الفكرة كلها إن هم كانوا محتاجين شوية وقت، مش ده الماتش اللي يبدأوه من أوله. دي أول نقطة النهاردة كنت عندي تحفظ عليها. النقطة التانية ليه وعليه. عليه إن هو بدأ المباراة عايز يستنزف الفريق الأمريكي من الناحية البدنية عشان يبدأ الشوط التاني يكون المعدل البدني بتاعهم وقع. طيب دي غلط. ليه؟ أنا كان ممكن جدا الفريق الأمريكي في الشوط الأولاني وهو في كامل لياقته البدنية يخطفني بهدف ويرجع يقف ورا معرفش أنا أعوضه. فحتة إن أنا أستنزف فرقة بدنيا دي سلاح ذو حدين. لكن يحسب ليه إن هو صلح الغلط ده. الشوط التاني عدل من طريقة أداء الفرقة من 4-3-3 ل 4-2-3-1، طريقة هجومية بالتغييرات الهجومية اللي عملها بنزول عبد القادر وقفشة وشريف والاحتفاظ بتاعه في الملعب، لأن تاو بصراحة قدم مباراة جيدة جدا يعني. هو ده التحفظ اللي كان النهارده عندي بالنسبة لمستر كولر. لكن ده ما يمنعش إن أنا من النهارده هطلق عليه البارون مارسيل كولر. راجل بيعرف ازاي يدير المباريات ويقراها. واقف على الخط صاحي. ال90 دقيقة كل دقيقة بتعدي بيكتب ملاحظتها وبيشتغل عليها وهو واقف. مدير فني بمعنى الكلمة يعني. بالفوز ده النهارده ان شاء الله هنقابل ريال مدريد. طبعا التوقعات كلها في صالح الريال، بطل اوروبا، فريق قيمته التسويقية 10 أضعاف القيمة التسويقية بتاعتنا. الفرقة كلها كل لاعب فيه نجم منتخب بلاده، فرقة يعني. لكن أنا براهن على نجوم النادي الأهلي. انزلوا استمتعوا. احنا مش عايزين منكم حاجة غير مباراة تليق بيكم وباسم النادي الأهلي. مش بنقول لكم لازم تكسبوا المباراة دي. لو شلتوا الضغوط من عن نفسكم ولعبتوا مباراة الاستمتاع إن شاء الله بإذن الله هتحققوا نتيجة طيبة. وأتمنى ربنا يكرمنا ويوفقنا ونغير البرونزية فضية بقى ذهبية. توفيق من عند الله. النادي الأهلي بجد فرحة مصر والصورة المشرفة وأنظف ما فيك يا بلد.
قنوات SSC اللي واخده حقوق البث فكرتني بالتاجر اللي اشترى بضاعه ومعرفش يبيعها، احتكرت المباريات وما قدرتش تسوقها لاي حد تاني، اي قنوات تانيه، وهي نفسها مش عارفه تبث. مفيش استوديوهات تحليليه، مفيش قيمه للبطوله. يعني انا شفت النهارده كان في استوديو تحليلي لمباراه الهلال والوداد فقط. انتوا واخدين بطوله عالميه، يعني مش بطوله داخل المملكه العربيه السعوديه، مش بتحللوا الدوري نختار نعمل استوديو لمين ومين، لا، دي بطوله عالميه فيها فرقه ليها اسمها ووزنها. النادي الاهلي مش فرقه صغيره عشان ما تعملوش استوديو تحليلي في الماتشين اللي لعبهم. النادي الاهلي فرقه كبيره قوي وسبب من اسباب نجاح البطوله. بصراحه اسوأ ما في البطوله دي هي القناه الناقله للبطوله اللي معظم الناس مش عارفه تجيبها اصلا. احتكار مش مبرر. اشتريت المنتج، خدت حقوق البث، ممكن تبيعها بقى، بيع لناس تانية، هي بتاعتك انت، النقل الحصري ليها، لكن ايه انت بس دي احتكار. بصراحه نقطه مش كويسه وما كنتش اتوقعها من الاشقاء السعوديين بالمره. نتكلم بقى عن الناس اللي في بلدنا هنا اللي بدل ما تدعم النادي الاهلي وناس مسؤوله في الدوله للاسف بتهاجمه. استاذ ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري طلع في قناه الزمالك بيقول ان النادي الاهلي جمد سافيو وفي مشاكل معاه لانه هو كان في جوسفالدو اللي جاي يلعب في الاهلي قال له ما تجيش ده الاهلي وحش، قصه كده من وحي خياله يعني، وبناء عليه الاهلي جمده وفي مشاكل ورجعوا القاهره وعرضه للبيع. قبل ما ارد على الكلام ده، انت حضرتك مسؤول في اتحاد الكره المصري، يعني دورك اللي انت تملصت منه انك تدعم النادي الاهلي وتقف وراه بما انه فريق مصري مش يهودي، مصري بيمثل الكره المصريه اللي سعادتك عضو في اتحادها. انما حضرتك تستغل منصبك لنقل اسرار الاتحاد وتطلع تقوله في برامج الزمالك وتهاجم الانديه المصريه، يبقى انت ما تستحقش الكرسي اللي انت قاعد عليه دوت، بكل اسف، ولازم تحاسب. ده اسمه اللي بيحصل ده تضارب مصالح. للاسف الدوله لازم تحاسبك لانك انت على الكرسي اللي انت قاعد عليه ده بتمثل الدوله، بتمثل الاتحاد المصري لكره القدم. يبقى لما يكون في فريق بره بيلعب في بطوله عالميه، كل الدعم ليه من الاتحاد المصري، ما صدرلوش مشاكل، ما طلعش اشاعات. صحفي ايه انت؟ فين المهنيه ان اضرب اخبار؟ تضرب اخبار على النادي اللي رافع اسم البلد، على النادي اللي بيدخل للبلد دولارات. مش عارف الاهلي يعمل لكم ايه بصراحه، مش عارف والله. طيب الاستاذ امير مرتضى منصور كان بيقول في نادي منافس جاب صفقه بملايين الدولارات عشان كاس العالم للانديه وقاعد في البيت بيتفرج على التلفزيون على البطوله. طب انا هرد على حضرتك اقول لك حاجه واحده بس، وبقول لك حضرتك عشان انا متربي، بس هو الرد المفروض ما يبقاش كده. هقول لك حاجه، سافيو اللي انت تقصده وبتتكلم عليه ده جاب ثمنه لما جه ولعب ماتش السوبر وجاب فيكوا جون خدنا بيه كاس السوبر منكم. في نفس الوقت انت كنت جايب لاعب اسمه زكريا الوردي خسرك الماتش
وفسخت عقدك معاه اهدار مال عام. ابراهيم النضاي من ساعه ما جه اهدار مال عام. سامسونج ولا سامسونج اللي انت بتقوله ده اهدار مال عام. انت بتتكلم على مين؟ بتتكلم عن النادي الاهلي اللي رافع اسم البلد في بطوله عالميه زي دي. بتتكلم عن النادي الاهلي اللي بيدخل للبلد العمله الصعبه. بتتكلم عن النادي الاهلي اللي مجلس ادارته ناس محترمه ما بيخترقوش اللوائح. النادي الاهلي اللي ما بياخدش بلطجيه ويروح اتحاد الكوره ويقول انا هايد اللعيبه بالعافيه ذوقها ايدهم. والله انا المفروض ما يتردش عليكم، بس السكوت عنكم هيشعركم ان انتوا صح. لما تسكت لاهل الباطل كتير قوي وما تردش عليهم يفكروا نفسهم هم صح. لكن للاسف انتوا اسوأ ما في المنظومه الرياضيه. مرتضى منصور محامي دخل الرياضه المصريه وبيديرها بطريقه المحامين اللي تحت بير السلم. افسدتوا الرياضه وخلقتوا جو من التعصب وتصريحات غير مسؤوله وتصريحات بصراحه مكانها مستشفى الامراض العقليه بالعباسيه. استاذ جمال عبد الحميد بقى ده قصته قصه بقى. بيقول اظرف تصريح بقى قاله يعني ان رئيس نادي سياتل الامريكي اللي قال لي كان بيلعبه بعت لهم فاكس قال لهم انا ليه بلاعب الاهلي وما بلاعبكوش انتوا؟ هو ليه الاهلي في كاس العالم وانتوا لا؟ طب انت مش فاهم. اعتقد الراجل عمره ما هيبعت حاجه زي كده لان هو مش مختل يعني. الاهلي في كاس العالم لانه وصيف بطوله دوري ابطال افريقيا اللي انت بقالك 22 سنه مش عارف تاخدها، اللي انت حصلتها. تاني، لو الموضوع اللي يشارك في البطوله بطل دوري دولته، ليه يكون الزمالك؟ ليه ما يكونش بطل الكاميرون، بطل الجزائر، بطل تونس، بطل الكونغو، بطل السودان، بطل اي دوله تانيه؟ ليه يبقى الزمالك يعني؟ لكن هو وصيف دوري ابطال افريقيا وانت فاهم الكلام ده كويس، بس للاسف بتستهبلوا. انتوا عارفين الكلام ده كويس قوي بس بتستهبلوا. كنت بتقول ان انت زملكاوي قلبا وقالبا، يعني دي ترجع لك. لكنك لعبت في الاهلي ان انت كنت في الشارع والاهلي خدك من الشارع. انا بقى محترم ومش هرد يعني حاجه زي كده الرد بتاعها معروف. يعني انت بتقول ان الاهلي خدك من الشارع، يبقى الاهلي فضل عليك. يبقى تتكلم على الاهلي بادب وتشكره وتحترمه. الناس دي بتقول تصريحات يا جماعه بتدين نفسها، الكلام وعكسه. كلام وعكسه. يعني انا بصراحه ما شفتش عقول كده. هم عارفين ان هم بيقولوا ايه على فكره. هي تصريحات استفزازيه للاستهلاك والكلام ده كله، بس هو لازم يترد عليهم. لازم يترد عليهم ويتعنفوا بادب عشان الاهلاويه مؤدبين. زي الاستاذ عمرو الدرديري بيقول ايه بقى النهارده بعد الماتش: انتهت بطوله كاس العالم للمدارس وهنبدا كاس العالم للانديه. طب لما دي كاس العالم للمدارس انت لسه في الحضانه يا بابا؟ انتوا لسه في كي جي 2؟ مدارس ايه؟ دي ابطال القاره لكل دوله، وانت عارف الكلام ده. عارف ان ابطال القاره لكل دوله، بس انتوا بتداروا فشلكم من خيبتكم، بتجيبوا اي مبرر يا فشل. عموما هيفضل الاهلي عظيم ورافع اسم مصر ورافع راس جمهوره. هيفضل النادي الاهلي فرحه مصر. يا اجمل ما فيك يا مصر النادي الاهلي. وتصبحوا على خير يا جماعه.